صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله بفيديو جديد جميل. تابعوني النهايه باذن الله. هنتكلم النهارده عن الرضاعه الحبيسه على الارض. الرضاعه الحبيسه على الارض، في ناس كتير بتشتكي وبتقول الارانب بتولد مع بعضها ومش عارفه ارضع الامهات من الخلفات، والارانب بتولد في مكان واحد على الارض. طب ازاي اعمل معاهم ايه وارضع واعرف دول ولاد مين ودول ولاد مين ودول اولاد مين؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجات كتير في الفيديو. تابعوا معايا للنهايه. ربنا يجازيكم كل الخير طبعا على دعمكم للقناه وعلى تعليقاتكم الجميله اللي بتوصلنا، وان شاء الله اي تعليق فيه اي سؤال ان شاء الله نجاوب عليه في اي مجال اللي انتوا عايزينه باذن الله، واحنا تحت امركم ان شاء الله. النهارده ان شاء الله شايفين الزغلول الجميل ده اهو، بسم الله ما شاء الله. البيضه فقست وكبر اهو، بسم الله ما شاء الله. امه بسم الله ما شاء الله مهتمه بيه جدا وبتاكله كويس قوي. دول اللي ما شاء الله ما عندهم الزغلول، دول مستنيين كده يبيضوا ان شاء الله. ودول الزغاليل بتاعتنا اللي طالعه بسم الله ما شاء الله، كبروا معاهم بقى بسم الله ما شاء الله. زغلولين جمال جدا بسم الله ما شاء الله. حمام لاحق ما شاء الله عليه، طبعا طعمه جميل جدا في الاكل وفي التربيه سهل وبسيط. طبعا بيتحمل القش في العيش، بتبقى الحمامه بيضه ومعاها زغلول. يعني الزغلول ده ان شاء الله كام يوم كده وهنلاقي امه باضت شويه كده ان شاء الله. بيض كان في بيضه تانية هم رموها بره البتاع، بره المحضن، فهي طبعا اكيد فاسده مش مظبوط. تعالوا يلا نبدا في موضوع الفيديو النهارده. احنا بنربي ارانب على الارض. طيب بنربي ارانب على الارض نهتم بيهم ازاي؟ في ناس بعد بتسال انا ابدا ازاي واعمل ايه في تربيه الارانب على الارض. الاول احنا بنجهز المكان بتاعنا، لازم المكان يكون كويس. في الصيف كويس جدا ما يبقاش حر، وفي الشتاء دافي برضو ما يبقاش بارد. الارانب بالذات محتاجه ان الارنب الجو عنده يكون مناسب، ما يبقاش حر ولا بارد. الارنب بيتعب من الحر الشديد وبيتعب برضو من الشديد. لازم الجو يكون مناسب عند الارنب. هربى على الارض مفيش بطاريات، يبقى افرش رمل وافرش فوقيه طبقه من القش. ده بيحمي الرمل، بيحمي السقف، والقش بيحمي الارانب من البرد. لو في برد بالليل ولا حاجه ولا في الشتاء فاحنا بنحميه كده من البرد. فاحنا لازم نعمل حسابنا في الشتاء يبقى الجو حلو ومناسب، وفي الصيف برضو يبقى مناسب وكويس. لو الجو عندي حر بركب شفاط وبركب خليه تبريد. طب انا ربيت الارانب على الارض كام ام مع بعض؟ مثلا جبت 4 امهات وضغط، جبت 4 امهات وضغط، جبتهم وحطيتهم مع بعض، فالارانب بدات تتلقح. ماشي، حطينا الذكر في مكان لوحده وقفلنا عليه ولقحنا ام كده، وبدانا نلقحهم وبدانا نشوف الارانب ولدت. في ناس بعتها في التعليقات بتقول في كام ام ولدوا مع بعض ووالدين الخلفات مع بعض، اعمل ايه او اتعامل معاهم ازاي؟ اتعامل معاهم ازاي دي ان انا اجيب كل ارنب، يعني مثلا احط كل الارانب مع بعضها وابدا اقسم الارانب 7 أو 8 أو 6 على حسب العدد عندي في مكان، واعمل لهم ازيار او اعمل لهم صفيحه او اعمل لهم كاوتش عجل او اعمل لهم بيت للخلفه الصغيره بالطوب، باي حاجه عندي ممكن اعمل، او بقفاص الفاكهه. بقفاص الفاكهه كده اللي هي البلاستيك العاديه اللي الناس بترميها اصلا في الشارع، بجيبها وافرشها قش واظبطها واحطها للارانب. طب انا بحطها واقفل عليهم كويس برضو، علشان لما ممكن يبقى عندي فئران او عندي الامهات التانيه تدخل عليهم تضربهم، او الذكر سايب مع الامهات هيدخل يضربهم. فاحنا بنقول الافضل ان احنا نعزل الذكر ونعرف ميعاد ولاده الامهات. دي اساسيات في شغله الارانب لما هنكون هنربي ارانب على الارض. طب انا ربيت الارانب على الارض وولدوا ما هم معايا، طب ارضعهم بقى ازاي واعرف؟ مش لازم اعرف ولاد كل ارنب، هم ولدوا ما هم اقسمهم زي ما قلنا 7 6 8 على حسب العدد عندي، واشوف مثلا في ام او 2 بيربوها كويس قوي، ابدا ارضع منهم. في ام مثلا معصلجه مش راضيه انها تدخل وترضع الارانب، فاقوم ماسكاها بالراحه من عند ودنها ومن عند ظهرها، من نهايه ظهرها كده امسكها كويس قوي واثبتها للخلفات وارضع منها غصب عنها. ليه؟ لان هي عندها لبن اصلا، هي موجوده عندها لبن. طب المشكله الثانيه اللي بتواجهني ان الام مثلا اللبن بتاعها قليل،
ازوده ازاي؟ اجيب حزمه بقدونس واغسلها بالخل وانشفها كويس قوي في الشمس شويه ساعتين ولا 3، واقوم عاملاها مظبطاها كده، واقوم حاطه للارانب. هتبدا يزود معايا اللبن لسه قليل، اكل علف كويس، اللبن لسه قليل، اجيب حلبه حبه معلقتين حلبه مثلا واغليهم في كوبايتين ميه، واقوم مدوبه فيهم معلقتين عسل، وابدا ادي بالسرنجه لكل الامهات اللي عنده واللي ما عندوش. هيزود عندي اللبن، بس حركه العسل واللبن دي بنفضل انها نديها بالليل علشان لو الجو بالنهار حر، لان بيحمي جسم الارنب، واحنا مش عايزين جسم الارنب حامي، احنا عايزينه يبقى في عندها لبن وخلاص، مش عايزين نخلي الارنب يزهق مثلا. قصدي يعني ان احنا ما نخليش الارنب يزهق ليه؟ لان العسل والحلبة حاميين ويحموا جسمه. انا بظبط لهم الحاجات اللي هي بتزود اللبن، وبعد كده اخلي لهم الجو كويس عندي ومناسب، وبياكلوا علف كويس، وبياكلوا الطاقه بتاعتهم صح. الارانب اللي بترضع لازم ازود لها الاكل، لازم يكون قدامها الميه باستمرار عشان تحويل اللبن. لو كلت كويس والمكان كويس ونضيف عندها وبتشرب كويس، يبقى انا بس بديلها حاجات تساعدها في حبه بقى فيتامينات، حبه املاح معدنيه، الحاجات دي كلها برضو مهمه للامهات اللي بترضع. بتظبط عندي اللبن، بتظبط عندي الامهات اللي بترضع ويبقى صحتهم حلوه جدا ويرضعوا كويس جدا. فانا حليت المشكله اهو، ان انا اقسم الارانب واحطهم في اماكن معينه، مثلا في صفيحه، في زير، في كاوتش عجل قديم، كل الخيارات عندي متاحه ليه؟ لان انا عندي حاجات سهله وبسيطه، بافكار سهله وبسيطه قوي، ممكن بخشب، وبعمل برضو بيوت ولاده. وانا كل ما نقرب عند الزغلول بيخبطوا بيضربهم، فاحنا بنبعد شويه اهو بس بالكاميرا كده عشان اوريكم. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله بيدفوه كويسين قوي وبياكلوه. بسم الله ما شاء الله. ندخل شويه على الحمام بقى اللحم. بسم الله ما شاء الله، الزغلول بدا يكبر اهو. بسم الله ما شاء الله. هي البيضه فقست بقالها كام يوم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. فانا الامهات لما تولد كلها عندي مع بعض مفيش اي مشكله، ابدا اقسم واقفل على الخلفات كويس، وارضع حبيس مره الصبح ومره بالليل. لازم ادفي الخلفات كويس، ولازم اكل الام كويس عشان ترضع الخلفات. لو كلوا واتدفوا كويس قوي، يعني لو رضعوا من الام واتدفوا كويس، يبقى انا كده ضمنت ان كل الخلفات عندي ان شاء الله ما يبقاش فيها نافق، وتبقى كمان صحتها كويسه معايا باذن الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. حاولت ان انا اقرب لكم المسافه، ارد برضو على التعليقات اللي بتتبعت كتير ان الامهات على الارض بتولد كلها مع بعض ومش عارفه. انا مش بالضروره اعرف دي ولاد مين ودي ولاد مين، لا، احطهم كلهم مع بعض واقسمهم زي ما قلت، وارضع من الام اللي بترضع كويس، الام اللي ما بترضعش كويس اساعدها ان يبقى عندها لبن، اساعدها ان اللبن بتاعها يزيد علشان احافظ على الخلفات بتاعتي، لان الخلفات دي هي المكسب معايا في تربيه الارانب. اي حد يحب يبعت تعليق، اي حد يبعت فيديو مقترح عايزين نتكلم فيه مع بعض، ان شاء الله معاكم في كل حاجه. واي حاجه تحبوا تسالوا فيها ابعتهم على التعليقات. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 6461 9771، ابعتوا رساله على الواتس يجيلكم كل التفاصيل بالاسعار والمكان باذن الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ربنا يرزقكم من الاعجاب، وكن دايما عند حسن ظنكم. استنونا فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.